شمال شوية، شمال شوية. ايوه. لا لا، يمين يمين سيكا. ايوه. لا مش قوي كده، يمين يمين. يمينك يمين انا. بس اثبت. زي الفل. اخلص يا عم في ليلتك السودا دي. معلش، في مصايب. مصايب هتتحكي بس ركبت. السلام عليكم. انا عبد الله استاذ خلفاوي من قرية صغيرة في محافظة الشرقية. انا متابعك جدا من اول ما بدأت القناة هنا، وانا دلوقتي واقع في ورطة واتمنى تنجدني. مش عارف ابدأ منين، بس لازم احكي والا هتجنن. مش هينفع اسيبها كده، مش هينفع اسيبها تضيع كده وانا واقف بتفرج. دي مهما كان اختي الوحيدة، اسماء اختي الكبيرة اللي اختفت في ظروف غامضة. اشتغلت في مصنع ملعون موجود في القاهرة، وما كانتش تعرف انها رايحة للنار برجليها. مصيبة، مصيبة ولازم تتحكي دلوقتي. شوف يا صديقي، الحياة دايما مش عادلة، والحظ عمره ما كان بدماغ حد، وقدرك ونصيبك في الدنيا هتشوفه مهما حاولت. القدر دايما ما بيفرقش ما بين راجل وست، والظروف ممكن تحط بنت في مكان اصعب وارعب بكتير من اي مسؤولية ممكن الراجل يشيلها. ظروف يا هتوصلك للجنون يا هتخلي حياتك تنتهي بشكل مرعب وغامض، زي ما حصل بالظبط مع احمد صاحب ال21 سنة واخته اسماء صاحبة ال33 سنة. المصيبة اللي لا تخصني ولا تخص ملواني ولا لها اي علاقة بينا. الكارثة طالعة من حد منكم انتوا، والراجل بيستنجد بكل واحد فينا عشان يلاقي حل في اسرع وقت ممكن. ولذلك قبل ما نبدأ لازم نحضر طقوسنا المعتادة. هتدخل اوضتك وتقفل بابك وتضلم نور اوضتك، والاهم الهاند فري اللي هيتحط في ودانك. وتعالوا مع بعض كده نشوف كارثة النهاردة هتقول ايه. مش عارف ابدأ منين، ولكن لازم احكي والا هتجنن. مش هينفع اسيبها كده، مش هينفع اسيبها تضيع وانا واقف اتفرج. دي مهما كانت اختي الوحيدة يا استاذ خلفاوي، اسماء اختي الكبيرة اللي اختفت في ظروف غامضة. وبصراحة انا ماليش اي حد غيرك بعد ربنا ممكن الجأ له. وحقيقي انا زهقت بعد ما جربت كل الطرق اللي ممكن اعملها، فمعلش استحملني شوية واسمع مني. اسماء اختي اللي كانت بمثابة ام لينا بعد ما امي ماتت وقبلها ابويا، هي اللي شالت همنا على كتافها سواء انا او اخواتي الصغيرين. دايما كنا نرجع من المدرسة نلاقيها مجهزلنا الاكل ومستنيانا. ابويا في وقتها كان عامل باليومية وعلى قده، يعني لا ساب لنا ورث ولا فلوس في البنك ولا كان حالتنا حاجة. من الاخر كده كنا على الله. بس اسماء عمرها ما حسستنا باي حاجة ناقصانا، كانت معيشانا مستورين وما كناش بنمد ايدينا لحد. ولما اسماء كبرت وبقت في اوائل العشرينات بدأ العرسان يدقوا بابنا، ولكن كانت بترفض كل عريس بيتقدم. كان كل همها في الوقت ده اننا نكبر ونتعلم، ولحد ما وقف حالها زي ما بيقولوا. ولما كبرنا ودخلنا المدارس ومصاريفنا زادت شوية، قررت انها تدور على شغل تاني. كانت شغالة اكتر من شغلانة وما كانتش ملاحقة. انا كنت كبرت خلاص كفاية، يعني ان انا اقدر اشتغل واعتمد على نفسي، وعشان كده قررت ان انا اشيل من عليها شوية واشتغل انا كمان. ولكن برضو ما كانش مكفي، والحياة بقت صعبة والدنيا غالية. ولحد ما اسماء جالها فرصة شغل في المصنع ده. واحدة من صاحباتها دلتها عليه، وكان مصنع ملابس جاهزة بيشتغل فيه ناس كتير، وكان طالب عمالة اكتر في الفترة اللي جاية. ولكن مشكلته انه كان في القاهرة وفي منطقة بعيدة عننا، وده اللي خلى اسماء تتردد انها تقبل الفرصة دي. والسبب ببساطة انها مش عايزة تسيبنا وتبعد، بس دي كانت فرصتها وفرصتنا الوحيدة. وبعد الحاح شديد مني ومن صاحباتها وافقت اسماء وسافرت. يوم ما سافرت انا كنت واقف معاها في المحطة وبودعها وانا قلبي مقبوض، وخصوصا بعد ما عرفت انها هتسافر لوحدها وصاحبتها مش هتسافر معاها. ولكن برضو كان جوايا احساس
ان في حاجة غلط، احساس او حاجة كده ما كنتش عارف اوصفها، بس كنت متوتر جدا. اسماء في وقتها حست بالتوتر اللي انا كنت فيه وقالت لي ما تقلقش، كل حاجة هتكون كويسة، وقالت هتكلمنا على طول وهتبعت فلوس اول ما تستقر. وودعتها وهي مبتسمة، ولكن ابتسامة كان وراها خوف زي اللي كان جوايا بالظبط. ومرت الايام وكانت كل يوم بتكلمنا وتتصل بينا وتطمنا على احوالها، ما كانتش بتفوت يوم واحد من غير ما تكلمنا. وقالت ان السكن اللي هي قاعده فيه كويس، وانها اتصاحبت على بنات كتير، وفي اقرب فرصه ان شاء الله هتجيلنا وتطمن علينا. وفضلنا على الحال ده كام شهر. اسماء بتكلمنا كل يوم وبتبعت فلوس بانتظام اخر كل شهر، ولحد ما جه اليوم يا خلفاوي اللي اتقلب فيه كل حاجه. في يوم من الايام اسماء ما اتصلتش زي ما احنا كنا متعودين. انا قلت لعله خير، اكيد معاها ظروف وهتتصل بيا بكره. وعدى يوم في التاني وجي بكره وبعده واسماء ما اتصلتش. انا قلقت عليها وحاولت ان انا اكلم اسماء اكتر من مره، بس ما كانش فيه رد. عدت ساعات وانا مش قاعد على بعضي ومش عارف اعمل ايه، ولحد ما افتكرت انها كانت سايبالي رقم واحده من اللي كانوا شغالين معاها. دورت على الرقم بسرعه واتصلت بيها، ولما اتصلت كانت المفاجاه، قالت لي ان اسماء مش موجوده بقالها يومين، وانهم كانوا فاكرين انها موجوده في البلد. انا قلبي في وقتها وقع في رجليا، وبعد تفكير كتير ما كانش قدامي اي حل غير اني اسافر واشوف الموضوع ده بنفسي. تاني يوم على طول سبت اخواتي عند الجيران واخدت بعض وسافرت للمكان اللي فيه المصنع. سألت على اسماء سواء كان في المصنع او في السكن، وكله اجمع انها واخده اجازه. سألت ناس كتيره وكل الردود كانت متشابهه، ان اسماء اخدت اجازه مره واحده وسابت المصنع فجأة، ومش اول مره يعني، زيها زي بنات كتيره كانوا بيعملوا كده. وكلام كان مقرف وخوض في الاعراض. محدش كان عايز يتكلم بصراحة، ولا حد كان عايز يدي تفاصيل واضحة. بدأت احس ان في حاجة غلط بتحصل هنا، حاجة كل الناس بتحاول تخبيها. ولحد ما صاحب كشك كده موجود جنب المصنع سألته عليها، بصلي بشفقة كده وقال لي لا حول ولا قوة الا بالله، تلاقيها يا ابني راحت زي اللي قبلها، ومرضيش يدينا اي تفاصيل. اتجننت عليه وقلت له انت يا جدع انت، بدل ما اوديك في داهيه. رد وقال لي يا ابني افهم، دي مش اول واحده تختفي، وعمر ما واحده اختفت ورجعت تاني. الوحيده اللي ظهرت بعد ما اختفت اتجننت وبقت تقول كلام غريب ومحدش كان بيصدقها. فسالته على طول عن البنت دي او عن اي معلومات عنها، وبعد اصرار شديد مني و50 جنيه كرمشتها له في جيبه، اخدت منه العنوان ورقم التليفون كمان. وبصراحه خلفاوي انا ما ضيعتش وقت ورحت على عنوان البيت والبنت اللي كان اسمها هدى. اول ما وصلت على طول ابوها شبه انه طردني من على باب البيت اول ما سالته على بنته، ولكن بعد ما ترجيته قلت له ان اختي كانت شغاله في المصنع واختفت، وانا عايز بنتك بس اخد منها اي معلومه يمكن اوصل لاختي او اوصل لاي حاجه. الراجل وافق ودخلنا عنده، وبدأ في وقتها يحكي اللي حصل لبنته اول ما اتخرجت من الكلية. كان كل همها اول ما اتخرجت انها تلاقي شغل في اي مكان، لان زي ما انت شايف كده ظروفنا على قدنا، فهي حبة عيني كانت عايزة تساعد شوية وتجهز في نفسها. انا راجل على المعاش زي ما انت شايف، ويا دوب المعاش بيكفي بالعافية، هجيب لها جهازها منين؟ ده غير مصاريف اخواتها اللي معاها في التعليم. فهي كانت بتدور على شغل كتير، وولاد الحلال دلوها على المصنع ده. بصراحة يا ابني انا مش عايز اقول عليهم ولاد حلال، دول ولاد حرام، لان ما جالناش من ورا الشغلانة دي غير العذاب. في الاول الدنيا كانت تمام والشغل كان كويس وبتقبض فلوس كويسة، ده غير ان المصنع قريب مننا، فكانت بتبات في بيتها كل يوم. لحد يا ابني ما احوالها اتغيرت وبقت غريبة وتايهة وتصرفاتها مش مفهومة، ده غير ان جسمها كان بيخس بشكل ملحوظ، وبقت تيجي من المصنع على غير عادتها، تدخل اوضتها لا تتكلم مع حد ولا تاكل ولا تشرب. ولحد ما امها ضغطت عليها شوية علشان تعرف ايه اللي بدل احوالها كده. واللي قالته لامها في الوقت ده كان كلام ما يدخلش العقل، ان المصنع فيه اللهم احفظنا يعني، وبتشوفهم وهي صاحيه وهي نايمه. انا رحت لها وقلت لها يا بنتي لو مش مرتاحه للشغل سيبيه، محدش جبرك على الشغل اصلا. قالت لامها جمله يا ابني كانت غريبه جدا، انها لو عملت كده وسابت المصنع هيخلصوا عليها. انا ما كنتش فاهم اي حاجه في الوقت ده، وبصراحه كنت سلبي وما عملتش اي حاجه. ولحد ما في يوم بنت ما رجعتش البيت زي عادتها، اتاخرت ساعه واتنين وتلاته غير العاده، لحد ما انا وامها كنا هنتجنن عليها.
ده غير ان الموبايل بتاعها كمان كان مقفول. قلبنا عليها الدنيا في الوقت ده ولكن ملهاش اي اثر. سألنا كل الناس اللي حوالين المصنع، كله اجمع انها كانت رايحة تركب علشان تيجي البيت، ولكن من بعدها اختفت بكل بساطة ومحدش يعرف هي راحت فين لمدة يومين. وبعد ما خلاص فقدنا الامل لقيت اسم الشرطة بيكلموني وبيقولوا لي تعالى استلم بنتك لانها في حالة صعبة قوي. رحت لقيت هدومها مبهدلة وحجابها واقع وعينيها فيها كمية رعب ما شفتهاش قبل كده. بيقولوا ان الناس لقوها في وسط الشارع بتجري زي المجنونة وهي بتصوت، ولكن مفيش اي حد عرف يطلع منها باي حاجة مفيدة من بعد اللي حصل لها ده. كل اللي كانت بتقوله عبارة عن كلام تخاريف زي السرداب هيخلص علينا كلنا، ولا حد كان فاهم اصلا هي بتتكلم عن ايه. وانا شخصيا كنت ناوي اطين عيشة المصنع ده واصحابه، لان بنت جت وقالت لي ان في حاجات غريبة بتشوفها وحالها اتقلب اصلا من بعد ما راحت المصنع ده. وحد من سكان المصنع هناك قال لي بلاش يا حاج، مش هتاخد منهم لا حق ولا باطل، خد بنتك في حضنك واتكل على الله وروح، واحمد ربنا ان بنتك رجعت بالسلامة، غيرها راحوا وما رجعوش خالص. والمحامي كمان يا ابني اقنعني بكده، اصل احنا مش هنروح للنيابة نقول لهم بنت بتشوف عفاريت. فبصراحة كده حمدت ربنا ان بنتي رجعت لي وخلاص. بس الحقيقة يا ابني اللي رجعت لي دي ما كانتش بنتي، اللي رجعت دي واحدة تانية في عالم تاني خالص، او يمكن تكون مجنونة زي ما الناس بتقول. بس انا يا ابني ما عنديش اي حاجة افيدك بيها، ولكن اتمنى من كل قلبي انك تلاقي اختك وان ما يكونش حصل لها اي حاجة. شكرت الراجل على وقته وكلامه واستأذنت ومشيت. وانا على باب شقة الراجل ده وبفتح وماشي سمعت صوت جاي من الاوض من جوه بيقول السرداب. كملت في طريقي وما حطيتش في دماغي، ولكن اللي خلاني وقفت تاني لما سمعت الصوت اللي جاي من جوه ده بينده وبيقول اسم اختي اسماء. رجعت تاني يا خلفاوي بمنتهى قلة الذوق، زقيت الراجل على جنب ودخلت ادور على مصدر الصوت. ولما دخلت جوه لقيت واحدة في سن اختي اسماء او اكبر منها بكام سنة، كانت قاعدة على السرير وقاعدة بتتحرك بجسمها لقدام ولورا زي حركة الدراويش كده، وكل اللي كان على لسانها في الوقت ده هو السرداب. قربت منها وقلت لها انت هدى صح؟ رفعت راسها ناحيتي وبصيت له وحسيت انها مش مركزة معايا خالص. سألتها وقلت لها انت قلتي اسم اختي اسماء، انت تعرفيها ازاي؟ فسألتها تاني وقلت لها طيب انت تعرفي مكانها؟ طيب لقيتها بتهز في راسها كده ومعناها يعني. قلت لها طب هي فين ولا اوصل لها ازاي؟ لقيتها قربت مني جامد وجنب ودني لقيتها بتهمس وبتقول لي تحت الارض في المصنع وبالتحديد في السرداب. فضلت في حالة هستيرية كده وهي بتردد كلمة السرداب، الشيطانة في السرداب. في الوقت ده الراجل اتدخل وطردني من البيت. في وقت ما خرجت اخدت القرار خلاص ان انا لازم اخش المصنع واعرف ايه حكاية السرداب ده. الساعة 12 بالليل انا كنت واقف قدام المصنع، ومن حتة متدارية شوية قدرت ان انا انط السور واخش جوه المصنع. ما كنتش عارف انا رايح فين ولا حتى بدور على ايه، بس انا كنت واخد قرار ان انا هقلب المصنع لحد ما اوصل لاي حاجة. اول ما قربت للبوابة الداخلية للمصنع سمعت صوت ورا ظهري خلاني اتسمرت في مكاني. الصوت ده كان بيقول اثبت محلك لحسن ودين لا تخة. خمنت كده من الصوت ان ده حارس الامن، ونبرة صوته وطريقة كلامه كانت بتقول ان هو لا بيهوش ولا بيخوف. لفيت بصراحة وقلت بصوت واطي كده السلام عليكم. بصلي بنظرة شك كده وقال لي وعليكم السلام يا اخويا، انت مين وبتعمل ايه هنا؟ حاولت اهدى على قد ما اقدر وما اعملش اي حاجة تعصب الراجل، وقلت له بص يا حاج صلي على النبي كده، انا لا حرامي ولا اي حاجة، انا بس جاي ادور على اختي. رد باستغراب كده وقال لي اختك؟ لا ده انت شكلك عبيط. رديت وقلت له ايوه اخت اسماء اللي كانت موجوده وشغاله في المصنع هنا. اختي مختفيه بقالها كام يوم وانا عارف ومتاكد ان المصنع هنا ليه علاقه باختفائها. حارس الامن سكت شويه وقال لي اسماء هو انت اخو اسماء؟ رديت وقلت له ايوه، هو انت كنت تعرفها؟ رد وقال لي ايوه يا ابني، مين ما يعرفش اسماء؟ دي كانت حته سكره. بس ايه غلط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اختك مختفيه؟ قعدت وقتها جنب الراجل وحكيت له على كل اللي حصل. رد بعد ما خلصت وقال لي يا ابني انا سمعت كلام كتير على المصنع ده بس ما كنتش بصدق، وبصراحة كده وما خبيش عليك كل البنات اللي كانت بتمشي محدش كان بيزعل عليهم، كانوا بنات كده ولا مؤاخذة
ولا اقول لك بلاش، كلنا عندنا ولاية واعراض، بس اسماء دي لا، اسماء عمر ما الواحد شاف منها حاجة وحشة خالص. انا لسه منقول في وردية الليل دي قريب، وتعاملت معاها في وردية النهار كتير جو. اسماء كانت في قمة الاحترام والادب، وده يخليني اصدق الكلام اللي بيتقال على المصنع ده. بصيت له كده باهتمام وشغف وقلت له كلام ايه اللي بيتقال على المصنع؟ فبدأ وقتها يهدى كده ويحكي لي. بيقولوا يا ولدي ان المصنع ده وراه حكاية او كان مكان مهجور، محدش كان بيقدر يجرب منه، والناس في المنطقة هنيه كانت بتقول ان المصنع ده معمول عليه لعنة قديمة. حكايات كتير كانت بتقول ان اللي كان بيملك المصنع ده كان راجل جشع وما بيرحمش، كان بيعشق السلطة والمال، وكان بيستغل الناس اللي شغالين عنديه كأنهم عبيد حرفيا. وكان في الوقت ده بنت جميلة كانت شغالة في البيت عنده خدامة. الراجل الجشع ده حبها، بس حبها حب كان مليان شهوة السيطر عليها، ولما روضها عن نفسها العفيفة دي اتمنعت، وده خلاه يتجنن. كيف يعني الجربوعة دي ترفضه؟ والخلاصة يا ولدي انه خلص عليها. بس اللي ما كانش يعرفه ان البنية دي لها في السحر، وقبل ما تموت لعنته. بيقولوا انه تحول لمسخ وبقى في صورة بشعة جدا، وبيقولوا انه كان ساكن في السرداب اللي تحت الارض، واللي بالتحديد تحت المصنع اللي احنا واقفين عليه ده. ولكن لما عرفوا باللي عمله في البت الغلبانة دي، جم ولعوله في البيت بتاعه وطربقوا السرداب فوق دماغه. بس ده كان غلط يا ولدي، لانهم كانوا بيقولوا ان الكلام ده ما كانش صح، وقصة انه خلص على البت دي كانت كذب من البداية، وان اهل البلد لما عملوا كده خلى روحه تفضل في المكان وتسكن في السرداب، وبدأ يرجع المكان من تاني وينتقم من كل واحد ظلمه. وكان الحل من وجهة نظرهم انهم يقدموا له كل فترة قربان بشري، وفضل الحل كما هو عليه لحد ما جه واحد واشترى الارض دي وبنى عليها المصنع. ولكن ما طولش ولقوا جتته موجودة في المصنع وغرقانة، وانت اكيد فاهم كويس غرقانة في ايه. وجه بعده وريث وحصل نفس الموضوع، ولحد ما جه مالك المصنع دلوقتي الخواجة مشيل. الراجل ده هو اللي فلت من اللعنة، لانه بقاله 10 سنين مالك المصنع. اي نعم مالك المصنع ما بقاش يحصل له حاجة، ولكن البنات اللي شغالة في المصنع بدأوا يخطفوا واحدة ورا التانية، واغلبهم بيبقوا بنات غلابة يا ولدي، اهاليهم ما بيعرفوش ياخدوا لا حق ولا باطل معاهم. ده غير شلة المحامين اللي ما عندهمش لا قلب ولا رحمة، اللي بيسوقوا سمعة البنات. انا شخصيا كنت مصدق كلامهم، الله يسامحني بقى. بس لا يا ولدي، اسماء اختك لا، انا كنت بسمع كلام الراجل ومش قادر استوعب، اصل كلامه ما يدخلش العقل بسهولة. بس ده تاني حد يكرر موضوع السرداب ده، فكده معناه ان انا لازم اشوف السرداب بنفسي. بس قبل ما اعمل كده كان لازم اقابل حد بنفسي، شخص عنده اجابات لكل الاسئلة اللي عندي، والشخص ده هو الخواجة مشيل. وانا عايزك تستناني يا استاذ خلفاوي، لاني هرجع ابعتلك تاني، لان القصة لسه بتبتدي. دي كانت نهاية الرسالة الأولى اللي بعتها عبد الله على الانستا. وليه بقول الرسالة الأولى؟ لأنه بالفعل بعدها بيومين بعت رسالة تانية وكان محتواها كده بالظبط. أستاذ خلفاوي بدون مقدمات أو كلام كتير، أنا رحت قابلت الخواجة مشيل، واللي حسبته لقيته الراجل ده طلع وراه ألغاز كتير قوي، ولكن أنا مش هقدر أحكي لك على اللي عرفته دلوقتي. الافضل ان احنا نتقابل واحكي لك بنفسي. فانت لو مهتم، واتمنى من كل قلب انك تكون مهتم، فانا برضو سايب لك عنواني ورقم تليفوني، وهستنى منك مكالمة قريب. ولو ما اتصلتش عاد انا مش هلومك، انا في كل الحالات هدخل السرداب، ولو ربنا كتب له عمر جديد هرجع واحكي لك. وبعدها رمى السلام. ودي كانت نهاية الرسالة التانية من عبد الله. تفتكروا الصح ان اروح اقابل عبد الله ولا ما دخلش نفسي في مشاكل انا ممكن اكون مش قدها؟ اكيد انتوا عرفتوا انا عملت ايه بالظبط. استنوني في الجزء التاني.